ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ الناس كتير بقى كانت بتسال ليلي ليلي فين ليلي؟ ليلي اهي. فتعالوا ناخد راوند كده ونتكلم بقى ونشوف ايه قصه ليلي ديت واتعرفت على ليلي ازاي ونشوف الرياكشنات بتاعت الناس. يلا بينا. يلا ليلي. يلا بينا. بص يا سيدي، عايز اقول لك مبدئيا كده انا شخص ما بيحبش القطط خالص. يعني انا بالنسبه لي الكلاب احسن، انا بحب الكلاب اكتر يعني. بس سبحان الله يعني القدر، يعني من 3 سنين كده كنت مكان في الشغل بتاعي في الابراهيميه وفي حاجه بتحصل وبس يا سيدي. ليلي كانت صغيره خالص، كانت قطه ومرميه في الشارع، عينيها طبعا كلها حاجات كده ما كانتش مخلينها تعرف تشوف، وبراغيث بقى والجو ده. ف عايز اقول لك اللي هي كانت بتسيب الناس كلها وتيجي تقف على رجلي انا. هحاول بقى احط لكم صور ليلي وهي صغيره والجو ده. المهم قعدت فتره كده طبعا اللي هو يعني انا اخدها اربيها اعمل بيها ايه، ما كانتش جايه معايا سكه بصراحه، يعني اللي انا اخد القطه البيت. بس ده اللي حصل، اللي انا اخدتها وعلى اساس بقى اللي هو ايه صعبت عليا بصراحه، يعني انا قلت اخد القطه واهتم بيها شويه كده وبعد كده هرميها. يعني مش هرميها بس خلاص، يعني هسيبها للشارع تاني، يعني لان انا زي ما قلت لكم انا واحد ما بيحبش القطط خالص، وانا عندي كلبين وكده فمش هينفع. المهم اخدتها وربيتها. فبصراحه مش عارف بقى سبحان الله، يعني قلبي اتعلق بيها بدرجه ما تتوصفش غير اي قطه. بس دوت ما يمنعش ان انا برضه لسه ما بحبش القطط، فاهم؟ ما بحبش القطط اللي هو انا مش بكره الحيوانات، لا. القطط بالنسبه لي مش زي الكلب. الكلب يشوفك كده يجري عليك بتاع، القطه مش كده خالص. على العكس بقى ده اللي ما لقيتوش في ليلي. ليلي اول لما ادخل من البيت بلاقيها مستنياني نايمه كده على ظهرها. هحاول برضه ابعت لكم، احط هنا في الفيديو صور بقى وفيديوهات لكل الكلام ده. بس فخلينا بقى نتمشى شويه كده ونشوف بقى الرياكشنات عامله ازاي. وتقريبا الناس تفكر انها بيبي، فاهم؟ فانا ماشي بالراحه عشان برضه في ناس كانت بتقول لك ايه ان لا انت ماشي بسرعه قوي وان القطط ما بتحبش الكلام ده. في واحد في الصين حرفيا القطه بتاعته مدمنه موتوسيكلات، يعني القطه بتشوف الموتوسيكل بتجري عليه اصلا. ليلي يعني واحده واحده كده بقت تهتم بالموتوسيكل وتحبه. بس عايزك دلوقتي بقى تكتب لي في الكومنتات انت بتحب القطط ولا الكلاب اكتر، عشان نشوف مين اكتر ناس بتتابعنا، الناس اللي بتحب القطط ولا الناس اللي بتحب الكلاب. ولو عندك اي حيوان اليف بقى سواء كان قطه او كلب او نسناس قول لي نوعه ايه واسمه ايه. كمان عايز اقول لكم بقى ايه ان ليلي كان عندها خوذه، بس الناس بقى اللي متابعانا على على التيك توك شافت الخوذه لما وقعت بيها. كنت جايب لها خوذتين، خوذه منهم وقعت اتكسرت، بس الخوذه الثانيه هي مش بتحبها عشان تقيله عليها، فهي مش بتحب تلبسها. وانا عارف في ناس هتسال كده اللي هي ما شافتش ليلي قبل كده على الموتوسيكل، ممكن ما تكونش متابعانا على التيك توك عشان فيديوهات ليلي نزلت كتير على التيك توك، وهتقول لي انت بتركبها ازاي. دوت سديري كده شبه بتاع الاطفال بس بيكون مقلوب ومعمول مخصوص للقطط او الكلاب الصغيره. ممكن بقى تحط فيه قطه، كلب، سلحفه، تحط فيه اي حاجه. السديري دوت انا كنت جايبه اول ما نزل او اول ما شفته، يعني كان من بره مصر، كان عامل تقريبا من 300 ل 500 جنيه. دلوقتي بقى بيتباع في مصر عادي، ممكن تطلبه من على امازون او اي موقع اونلاين
وممكن تسأل في محلات اللي هي الحيوانات هتلاقيه بيتباع الناس برضه هناك. مستغربة حكاية القطة اللي على الموتوسيكل دي، الموضوع بالنسبة لهم في حاجة فاهم مش طبيعي. ايوه انا مش عارف انتوا هتشوفوا رياكشنات الناس ولا لا، بس الناس اللي هي على وشها سعادة غريبة كده. احنا ممكن نروح نشرب كوباية قهوة ونشوف ليلي تشرب ايه. صديقها في البيت كده تقيل عليها. اه صح.